كنت عايشة بواحد العقلية اللي كانت كتدمرني كل يوم، وما كنتش واعية بهذا الشيء. كنت كنخسر فرص ذهبية، لا في الخدمة لا في القراية لا في حياتي اون جينيرال، وفي الاخر كنلقى راسي كنندب وكنلوم الناس والمجتمع والدولة، وكنلوم كل شيء كنلقاه قدامي الا حتى جا واحد النهار اللي فهمت القالب وفهمت ليستوار ديال هاد لافي هادي، ومن تما حياتي تبدلات. واليوم جيت باش نشارك معاكم شنو بدل حياتي باش نتوما تقدروا تبدلوا حياتكم. بقاو معايا. Howdy my beautiful ladies. خليوني نشارك معاكم كيفاش كانت عقليتي قبل ما نتبدل. كنت كنحمل الناس المسؤولية ديال أخطائي وزلاتي وأحزاني وأشجاني. أي حاجة وقعت لي في حياتي كنت كنحمل الآخرين المسؤولية. الآخرين كنقصد بهم سواء الإنسان أو الدولة أو المجتمع أو الثقافة أو أيا كان. كنت أنا ديما مبرئة راسي، أنا ديما باصمة على راسي أنني أنا ماشي أنا اللي غلطانة، وأنا ديما على حق وعلى صواب، والآخرين خصهم يقدروا ظروفي ويفهموني بلا ما نهضر ويعرفون الغيب ولا ما عرفت شنو. كيفاش كنت كنفكر انا براسي دابا ملي كنتفكر ديك الايام كتشدني لا كريز. المهم ما كنتش كنثق في راسي، او خاص شروط باش نثق في راسي. والثقة في النفس ما عمر خصها تكون عندها شروط. ما خصكش تقول نهار نصاوبني فيه غنولي كنثق في راسي، نهار نصاوب سناني، نهار يطول شعري. الثقة بالنفس خصها تكون نابعة من الداخل ديالك، وانت ثقة في نفسك بدون شروط. عندك ما عندكش، نجزتي شي انجاز ولا ما نجزتيش. الثقة في النفس خصها تكون عندك دائما وابدا. انا ما كنتش بحال هكاك. عقليتي قبل التغيير ببساطة كانت عقلية اتكالية، وكتلوم بزاف، كتلوم كلشي. لدرجة انه بحال هكا الا كنت غادا في الشارع وجا شي حد قاسني ولا دخل فيا كنرد فيه الحق. هو اللي دخل فيا كان خصو يشوفني، انا ما شفتوش. انا كنبرر راسي وكنغرق الاخرين. اي شخص او اي شيء من غيري انا هو اللي غلط وانا ديما على صح. باختصار بحال عقلية الضحية، انا ما درت والو، انا مظلومة، انا دايرة، انا فاعلة، والاخرين خايبين، الاخرين ظالمين، الاخرين you know what I'm talking about. آمم، إلا مشيت معطلة للمدرسة كنقول للأستاذ فاتني الطوبيس، ما الساعة ما صوناتش الصباح. الساعة ما عمرها ما كتصوني، يعني ما كتصونيش، إلا درتيها راه غتصوني. إلا ما صوناتش راه فيا كاين الغلط، أنا ما درتهاش، ما انتبهتش أنني ما درتهاش. شي حاجة، ما الساعة راه الساعة كتصوني. الطوبيس ما كيفوتكش، الطوبيس كيفوت كل نهار مع 8. أنتِ اللي تعطلتي ما مشيتيش في الوقت، يعني مشيتي بور 8 الطوبيس راه مشى كيمشي، الطوبيس كيمشي في وقتو. بحال غتجي غتقول لا راه حقا الشمس ما شرقاتش. الشمس راه كتشرق كل نهار في نفس الوقت عادي، في الميعاد. الكون كيتمشى حسب الوتيرة ديالو الطبيعية، والحياة كتمشى حسب الوتيرة ديالها الطبيعية. انت اللي خصك تادابطاي، وخصك تحملي المسؤولية ديال راسك باش تولي قد المسؤولية. يعني تمشي في الوقت باش ما يفوتكش الطوبيس، تفيقي you make sure that you put the alarm in the right time باش أنه ما تقولش راه ما صونتش الساعة. الساعة راه كتصوني. هذا غير example صغير، ومن تما سقطوه على جميع الأشياء الكبيرة. يعني الإنسان ملي كتوقع له شي حاجة في الحياة كيبدا يلوم الناس، يلوم الساعة، يلوم الطوبيس، يلوم الطاكسي، يلوم الناس. لا هذا اللي دخل فيا ما شافنيش، علاش ما قدرليش الظروف، كيفاش قدر يدوي معايا بهاد الطريقة. you know what I'm talking about. if you know you know. صافي. أنا هكا كنت هكا في المدرسة، في الخدمة، في هذا ديما. علاش داروا، علاش فعلوا، انا ما درتو، انا هكا، وانا ديما انا كنرد راسي بريئة، وانني مظلومة وانني فيكتيم، والناس الاخرين هما الخايبين، هما الظالمين، هما الاشرار، وانا هي البرنسيس، انا هي سنو وايت. ودابا الجزء الاجمل، حياتي من بعد التغيير ومن بعد ما بدلت هاد العقلية هادي دي الشيتي مايند سيت. حياتي جميلة وهادئة وأنعم بكل الخيرات، من ناس جميلين طاقتهم زوينة كيجيو لحياتي وكنتلاقى بيهم، كتاح لي الفرصة أنني نتعرف عليهم. من فرص جميلة ورائعة في الخدمة. الفرص في الخدمة ولات كتساقط عليا من كل جانب، أنا خصني غير نختار. الحمد لله. في القراية الحمد لله امتحاناتي كننجح فيهم،
توفق في أي حاجة حطيت فيها يدي، في أي جانب من جوانب الحياة، حيت وليت كنحمّل المسؤولية لنفسي في كل صغيرة وكبيرة، كنحمّل راسي المسؤولية على أبسط الأخطاء، بحال أنا وليت صارمة مع نفسي، ما بقيتش نهائيًا، نهائيًا كنرد اللوم في الآخرين، حتى الأشخاص اللي شحال هادي كانوا مثلًا يسبوني ولا يهضروا عليَّ في ضهري ولا ندابز معاهم ونقي لهم ودنيهم وهداك الشي ساهل عليَّ وكنت كنديرو، ولكن ما بقيتش. ما أسهل أنني نتعايب، ما أسهل أنك تخسر الهضرة وأنك راه حنا ولاد الشعب كاملين هاد الشي كنعرفو ليه وكاملين بينا هاد الشي فالحين فيه. ال ال الأهم والأصعب هو أنك تكونترولي مشاعرك وتكونترولي غضبك وتكونترولي راسك في المواقف الصعبة، في المواقف المستفزة، في المواقف اللي فريمون غتيستي الغضب ديالك، ولكن غتبقى زعما محافظ على هدوءك وغتعرف تتصرف التصرف الصحيح في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. أنا هكا وليت والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. كنهضر معاكم من قلبي، كنتمنى هضرتي توصل لكم القلوب ديالكم كيما طالعة من قلبي. راه فريمون إلا وليتو كتحملوا المسؤولية ديال حياتكم ومستقبلكم والحاضر والماضي ديالكم والقرارات ديالكم من راسكم، كلشي غيتبدل 180 درجة، غتلاحظوا الفرق بزاف في حياتكم. إلا شي حد فات الحدود ديالو معاك ولا زعما إلا شي واحد فات الحدود ديالو معاك، أنا كنلوم راسي كنقول الغلط فيا، أنا اللي خليتو وعطيتو فرصة أنه يفوت الحدود، شي حد دار شي حاجة ما عجباتنيش ولا هرس الثقة ديالي ولا خان الأمانة ولا whatever، كنقول أنا اللي ما عرفتش نتيستيه النهار الأول باش نعرف واش كيستحق وقتي وطاقتي ولا لا، أنا اللي ما كنتش ذكية وما قريتش كتوبة كفاية باش أنني نقدر نعرف هاد الأنواع هادو د الناس، أنا اللي ما بحثتش ولا ما قريتش الكونطرا قبل ما نبدا هاد الخدمة داك الشي علاش في الأخير خلصوني بالثمن اللي بغاو حيت ما درتش معاهم الثمن مثلًا، أنا اللي فيا المشكل، المرة الجاية ما غنديرش هاد الشي، كنسامح نفسي وكنتعلم من أخطائي، أنا keep like going كنكمل حياتي، شي حد سبني I look at him or at her كنشوف فيهم بحال هكا I look at them وكنقول مساكن مرض because مرض، حيت وليت كنفهم والحمد لله كنقرا والقراءة أصل المعرفة، المعرفة هي الحل knowledge is power. وليت كنفهم الناس علاش كيتصرفوا بشي طريقة ولا كيسبوا ولا كيتعاملوا بشي certain way. وكيبقاو فيا بزاف وكنشفق عليهم وكنتمنى كون كان عندي الوقت اللي نكتب لهم ولا نهضر معاهم but I don't have time باش نشرح لهم بلي راه فريمون غاديين في الخسران، خصهم يقراو ويتعلموا ويبدلوا عقليتهم باش حياتهم تولي زوينة ومزدهرة وجميلة ويربحوا، حيت راه غيبقاو خاسرين يعني ما غيستافدوا حتى شي حاجة بديك العقلية. وأنا أعيش أجمل أيام حياتي وكنستمتع بها و... وأنا ممتنة لكل ما لدي ولكل ما أملك من ناس جميلين وأشياء جميلة وشواهد جميلة وقراية جميلة، والحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وكنحمد الله وكنشكر روحي تحت لي فرصة أنني نكون عندي كاميرا ونقدر نوصل صوتي لبزاف ديال البنات بزاف ديال العيالات بزاف ديال الناس، وكنتمنى من أعماق قلبي أن الصوت ديالي يسمعوه بزاف ديال البنات حتى هما ويتبدلوا كما كانت حياتي أنا شتي and I was like feeling shit and I was most of the time very sad and very lonely and I was feeling very like hurt because I was like thinking that I'm a victim. um أنا متأكدة بلي كاينين بزاف بحالي حيتاش مجتمعنا واحد ومحيطنا واحد والبيئة ديالنا وحدنا وكنعيشو كاملين عيشة وحدة في هاد المغرب هذا، دونك عقلية وحدة والدين وحدين دار وحدة، وأنا متأكدة كيما أنا داكشي اللي كنت كنحس بيه وكنت كنشوفو وكنتلقاه من العائلة ومن الناس وكلشي، متأكدة بلي بزاف حتى هما نفس الحاجة بحالي، ولكن ماشي كلشي تاحت له الفرصة أنه يعرف الحقيقة ويشوف الحياة على يشوف الحياة بالحقيقة ديالها، ماشي كيما كيخليونا أننا نفكروا أننا نشوفوا الحياة ويفهم ويبدل ويتبدل وتولي حياته زوينة كيما حياتي زوينة ومازال غتزيان كتر وكتر. إلا بغيتو تشوفوا فيديوهات كتر من رحلة التغيير وكيفاش بدلت حياتي وكيفاش حياتي ولات وتعرفوا عليا كتر، دوزوا الانستغرام وديروا سبسكرايب واستناوني في الفيديو القادم إن شاء الله. love you so much and thank you for watching. bye bye.